فريق اسبانيا في كرة القدم لا في الذكور ولا في الإناث ما عندوش ألقاب عالمية كثيرة. عنده وحدة، لقب واحد في الذكور ولقب واحد في الإناث أخذاه يوم الأحد الماضي. ولكن الغريب في اللقبين أن في نهايتين بجوج، وفي هذه الألقاب اللي فازت بها إسبانيا 7 اللاعبين البارسا في 2010 و7 اللاعبات ديال البارسا في 2023. حتى بين 2008 و 2012 والفوز بلقبين اوروبيين كانت اكثريه الاغلبيه ديال البارسا. اللقب الوحيد اللي عندكم الاسبانيه من حيث المنتخب الاول هو 64، قبل ذلك هو 64 وكان فيه 3 لاعبين من البارسا وثلاث لاعبين من ريال مدريد والحارس اتلتيكو بيلباو. وكان انذاك في 64 اتلتيكو بيلباو وريال سوسيداد واتلتيكو مدريد فرق كبرى اكثر من الان. فبالتالي في الالقاب العصريه، الالقاب اللي معاصرانا منذ 2008، اغلبيه لاعبي المنتخب الاسباني منين تيفوز بالالقاب من البارسا. والغريب وغريب الصدف ان اغلبيه لاعبات المنتخب الاسباني ديال يوم الاحد من البارسا. سنرى ذلك. اهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا الفيديو اللي نخصوه الكره الاسبانيه اللي فازت بكاس العالم السيدات بعد ما تاهلت للمربع الذهبي لاول مره في تاريخها. يعني كره القدم الاسبانيه النسويه ماشي بطوله بحال الولايات المتحده الامريكيه او النرويج او المانيا او السويد او بزاف ديال الدول. سبقات اسبانيا في كره القدم النسويه، لكن الاسبان منين قرروا يعطيو القيمه الكافيه لكره القدم النسويه، خصوصا برشلونه اللي فاز بعصبه الابطال واللي اصبح يسيطر سيطره مطلقه على الكره الاسبانيه النسويه. فازوا بعد 4-5 سنوات باللقب العالمي. ولكن الصدف الغريبه في كره القدم هو ان في متى تفوز اسبانيا بلقب عالمي من المستوى الاول تيكون اغلبيه الساحقه ديال اللاعبين المنتخب الاسباني من برشلونه. نشوفوا هذه الصوره الفوقيه ديال نهائي كاس العالم في افريقيا الجنوبيه. كاين اللي واقفين بيكي وبوسكيس وبيدرو اللي جالسين، تشوفهم اليمين اليسار كلهم من البارسا. بيول، تشافي، دافيد فيا اللي كان لعب في البارسا في 2012 ما كانش في 2010، وانيستا. 7 ديال اللاعبين ديال البارسا في المنتخب الوطني الاسباني اللي فاز بثلاث القاب في التصويره ديال النهائي الاخير ضد انجلترا في السيدات. 7 لاعبات من البارسا هما اللي فازوا باللقب. ما كاينش في شي دوله. حاولت نقلب في المغرب مثلا، الجيش سيطرت على المنتخب في عام 70، ثم المغرب الفاسي وشباب المحمديه في 76. المغرب الفاسي 4 شباب محمديه 3 لاعبين رسميين. شباب المحمديه كان عندها لاعب رابع تيدخل دائما اللي هو الحدادي، تيدخل ساعه ساعه. في التالي ديال الثمانينات الوداد سيطرت على المنتخب ولكن بدون لقب. منذ ذلك الحين ما كاينش شي فريق سيطر على المنتخب الا منتخب الشبان الاسترالي عاوتاني المغرب الفاسي والوداد في 96 97. منذ ذلك الحين اللاعبين ديال دياسبورا هما اللي يشكلوا العمود الفقري ديال المنتخب الوطني المغربي. يعني ما عمر شي يعني الالقاب ما معلقاش. يمكن نقولوا في المغرب الالقاب يعني اللقب الوحيد اللي كاين في الكبار هو ديال 76، واللقب الوحيد اللي كاين في الشبان هو ديال 97، واللقبين بجوج كانوا 4-5 اللاعبين المغرب الفاسي. هذا ولكن ماشي لقب من الدرجه الاولى، يعني ماشي كاس العالم. انا اسبانيا كاس العالم لا ذكور ولا سيدات عندها لاعبين من برشلونه. تنشوفوا المنتخب البرتغالي دائما كاين واحد الموازنه بين بنفيكا وبورتو بدرجه اقل سبورتينغ. بفرنسا الاكثريه ديال اللاعبين اللي شكلوا المنتخب الوطني الفرنسي ما كانوش من باريس سان جيرمان ومارسيل ومن ليون. وحتى هما فرنسا عندها دياسبورا بزاف خارج فرنسا. البرازيل كذلك، الارجنتين كذلك، ايطاليا ماشي اللاعبين ديال الميلان وديال جوفنتوس غير 82، حيت كان 6 اللاعبين من لا يوفنتوس في الفريق اللي فاز بكاس العالم 82. ولكن منذ ذلك الحين كان دائما واحد الموازنه بين ميلان اسي انتر يوفنتوس روما، مع العلم ان الفرق عندها دائما اجانب هما الاقوياء. فتنجبروا في المنتخب الايطالي لاعبين من فرق متوسطه في البطوله.
المانيا البايير سيطر بما فيه الكفايه في كاس العالم 74، ولكن الالقاب الاخرى ما سيطرش السيطره المطلقه على المنتخب. عمر البايير كان عنده 7 لاعبين رسميين في المنتخب الالماني. انجلترا ما عمر شي فريق سيطر على المنتخب الانجليزي، بالعكس انجلترا بما ان الفرق تيجيبوا النجوم كثار من خارج انجلترا، فاكثريه نجوم البطوله ما تكونش في المنتخب، وبالتالي اللاعبين الكبار في المنتخب تيكونوا من الفرق المتوسطه في انجلترا. واحد الساعه ديال عامين كانت فريق توتنهام هو اللي عنده لوساتيو ديال المنتخب الوطني الانجليزي، لان اللاعبين لا سيتي ولا مانشستر يونايتد ولا ليفربول الكبار ولا ارسنال ولا تشيلسي الكبار ديالهم ماشي انجليز. وبالتالي الخاصيه اللي نبحث جبرتها خصوصا في المنتخب الاسباني، يمكن المنتخب السعودي اللوساتيو كلها من الهلال السعودي، ولكن ما فيهاش القاب اللي بحال فازت بهم اسبانيا. دونك هذه الخاصيه في اوروبا في البطولات الكبرى في المنتخبات الكبرى عند اسبانيا وعند البارسا. والغريب في الامر ان ريال مدريد هو الفريق الاكثر تتويجا في اصوات الابطال الاوروبيه، ولكن باللاعبين الاكثريه ديالهم ماشي اسبان. يمكن ريال مدريد ديال الستينات اللي فاز بسته ديال الالقاب متتاليه كان عندها الاسبان بزاف، وكان المنتخب الاسباني لوساتيو ديالو مدريد، ولكن ما فازوا حتى لقب، فازوا 64 حتى سالات داك السيطره ديال على اصوات الابطال. وفي المنتخب 64 كانوا 4 فقط من ريال مدريد مقابل 4 من بيلباو، 3 من برشلونه، و3 من ريال سوسيداد، وجوج 3 من اتلتيكو مدريد. ما كانش شي فريق مسيطر على المنتخب. يعني البارسا منذ مجيء ميسي 7 ديال اللاعبين البارسا فازوا بكاس العالم. كنا نضيفوا لهم فابريغاس اللي جا من بعد كاس العالم، اللي كان هو مول التمريره الجميله لانيستا. وكذلك في المنتخب اللي فاز النسوي اللي فاز يوم الاحد 7 رسميات من برشلونه، زائد 2 ديال اللاعبات احتياطيات، يعني 9 اللاعبات من البارسا في المنتخب الاسباني. وبالتالي يمكننا نقارنوه بالجيش الملكي الحالي النسوي اللي عنده 6 ديال الرسميات و7 ولا 8 ديال اللاعبات، ولكن ما فزناش بكاس العالم. اسبانيا تفوز بكاس العالم منين تيكون عندها لوساتيو من البارسا. هذه واحد لا دوني غريبه في اسبانيا بغينا نتكلموا عليها اليوم. والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله. الى اللقاء.